انت مال اهلك بخالد يوسف؟ انت زورتي قدام المحكمه قلتي ان انا اديتك شنطه فيها مجوهرات وفيها اكسسوارات. اللي بيحصل اليومين اللي فاتوا مني او من اي حد يكون انه ضايقك، عشان عايزاكي دلوقتي ما تكونيش متضايقه وانا بتكلم معاكي وشايله. عايز اعرف بس مين اداكي رقم تليفوني؟ انا رقمي مش عندك. يعني اخدته من حد، اخدته من مهاب. اتفضلي قولي. بصي يا شاليمار، انا وانتي لو قعدنا اتكلمنا في انه مين، انه عمر عمل كده او عمر ما عملش كده، هنفضل نختلف وانا ما كنتش موجوده. فانا همشي معاكي لحد انه يعني عشان ما نختلفش. انا بقول انه بريء وانت بتقولي انه مدان. بصي، لو هنبتدي الكلام بإدانة لأي طرف من الأطراف غير عمر أنا هضطر أقفل التليفون. بصي، أنا أول حاجة أنت كده حضرتك بداية الكلام بتخبطي في المباحث والنيابة والقضاء، وأنا ست سعودية أحترم هذا الوطن العظيم، وده قرارهم بعد اتهامي لعمر وبعد شكي فيه بعد ما جاب عنتر، وهم اللي أقروا ده. فلو حضرتك عندك أي اختلاف وجهة النظر ضد بلدك وقضاء بلدك، انا مش ممكن اتكلم معاكي في حاجة. يبقى ما ينفعش تقولي عمل او ما عملش، نقول هو عمل لان هي دي الحقيقة، ولانه خد حكم، ولان المجوهرات كانت في بيته، وبناء عليه انا اسمع انت عايزة تقولي ايه. انا ما اعرفش انت مكلماني ليه بعد كل الكلام اللي انت قلتيه بالتزوير اني انا اديتك حاجه. انا ما اعرفكيش اصلا عشان اديكي حاجه، وانا ما اعرفكيش علشان اديكي شنطه. مين اللي قال ان انت ده حبيبتي موجود في المحكمه واقوال المحكمه. يعني اللي انت حضرتك بتقوليه ده اللي بتنفيه دلوقتي ده موجود صحيح معايا في الورق. محامي يجيب لك الاقوال بتاعتك معايا يا حبيبتي في الورق. وخلال معرفتي بعمر 14 سنه انا لا عمري قابلتك ولا عمري شفتك ولا عمري شفت ان عمر اصلا قبلك. اقسم بالله ما انا قلت كده ابدا. طب ما انت لما تطلعي تقولي ان عمر بريء وانه خالد يسرق مين؟ يعني انت السيناريو ده جبتيه منين؟ ما هو ده برضه موضوع انت قلتيه، انت وفلانه وفلانه، ده قلتوه ازاي؟ ما هو انا عايزه اعرف اصل الموضوع كده. انت اتهمتي خالد فعليا ان هو اللي سارق، مظبوط؟ اللي هو ايه؟ ان خالد هو اللي حرامي، انت قلتي كده. محدش قال ان خالد حرامي ابدا يا شيخه، ده في المحكمه اتقال كده. يعني يا حبيبتي انا ما حدش خد من بقي انه انا بقول انه خالد هو الحرامي ولا خالد هو اللي سرق. راجع الورق بتاعي. طب حضرتك يا بسمه متصله ليه يا حبيبتي؟ عايزه اخلص من الموضوع ده عشان عمر بيموت. يرجع المجوهرات ويقول مين شريكه وانا حاضر اتنازل. يرجع المجوهرات. وليه بتقولي ان ليه شريك يا شاليمار؟ انا متاكده. اصل مش معقول كم الالماظات اللي اتسرقت دي عمر هيعمل بيها ايه؟ دي تكفيه اليوم الدين يعني ما هو اكيد برضو لما يسرق رولكس ويسرق كارتيه واودمر بيجي لازم يبقى في حد عنده عشان يخرج له الحاجات دي من البلد. مش دول طلعوا يوم ما راح؟ لا حبيبتي، في حاجات كتير ما طلعتش يا روح قلبي. لحظه بس. والسلسله الشوبار والحاجات الذهب والفضه اللي طلعت من بيته دي طلعت من بيته سيادتك، دي طلعت من بيته. ايوه. فلما نلاقي حاجاتي في بيتك تبقى سيادتك حرامي. انا اديله ليه؟ هو يعني معلش، انت بتدي راجل سلسله الماس ليه؟ عشان ايه؟ طب ممكن تسمعي مني حبيبتي؟ وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه. بتجيبي سيره خالد يوسف ليه؟ طيب سؤال. الله، ما هو انا بدافع عن هو انت عشان تدافع عن عمر تخربي بيت؟ هو انت عشان تدافع عن عمر تخربي بيت؟ يعني اجيب لك تاريخك واتكلم فيه يا بسمه، احكي لك على قصص بقى كتير سمعتها من سين وصاد وعين والبسك في حيطه عشان انا عايزه ادافع عن حد المحكمه قالت ان هو حرامي؟ طب ما تيجي نقطع كل ده. تقطعي ايه؟ اطلعي على الهوا قولي انا اتقال على خالد يوسف كده من فلان وفلان وهم اللي مدبرين له هذه القصه. روحي خلصي قصه خالد والادانه اللي حاولوا يلبسوها في خالد وانا اتفاهم معاك يا بسمه. لكن اوعي على فكره، خالد انا عامله له توكيل بيع وشراء باملاكي كلها من 2014 بمالي وما املك. صح. صح.
لانه راجل محترم مش راجل حرامي، وقله الادب اللي اتقالت السفاله اللي اتقالت دي انت واحده من المسؤولين عنها. الحاجات دي تروحي تشوفي بقى تعملي كوليزيوني بتاعك. احنا مش ممكن الكلام ده كله يتقطع. لو لا ما يتقطعش، ما يتقطع. تقولي حقيقه المؤامره اللي اتعملت على خالد يوسف، ساعتها اقعد معاك. اعرف موضوع المؤامره ده ابدا. بقول لك ايه، ما انت كنت قاعده معاهم كشهود نفي، هو ايه اللي ما تعرفيهوش؟ امال مين اللي يعرفه؟ امي؟ الكلام الفارغ ده. انا كنت رايحه لحاجه تانية خالص. انت كنت رايحه لايه يا حبيبتي؟ كنت رايحه لايه؟ انا عارفاها، بشهد لواحد انا عارفه شخصيته. انت زورتي قدام المحكمه، قلتي ان انا اديتك شنطه فيها مجوهرات وفيها اكسسوارات. ما حصل. وين حصل يا بس؟ والله انا قلت انا اللي اديت. انت بتدخلي في خالد يوسف ليه؟ انت مال اهلك بخالد يوسف؟ المجوهرات. اسمعي يا بس، انا مين؟ هاتيلي. انت قلتي بتاع الافلام الاباحيه بره. طب هو بتاع افلام اباحيه، ما احنا ما حدش برضه جه جنبك يا بسمه. ما هو حاجاتك تقيله برضه يا بسمه، واعرف كتير، والله اعرف كتير. انا بصي يا بسمه، انا ما بحبش فكره خرق القانون وخرق الاعراض. كفايه طرطشه. الطرطشه انتوا اللي عاملينها وانتوا اللي مسؤولين عنها يا بسمه. غصب عننا عشان لا اوعي. طب يعني انت غصب عنك تديني ناس، يعني انت تدين وانا عامله ازاي؟ وانا اللي مجني عليها وانا اللي مسروقه، وكتر الف خيرهم النيابه على القضاء على الناس المحترمه اللي عرفت فيها ليه مصر واقفه على رجلها. الله، ايه الكلام الفارغ ده؟ انتوا قلتوا على خالد يوسف كلام، يقول لي عمر زهران يجيب لي المجوهرات، المؤامره تتكشف اللي عملتوها على خالد يوسف، اتنازل وما عنديش كلام تاني. في حد بيسألني بيقول لي بسمة مكالمات عمر زهران حقيقي ولا لأ؟ طبعا لأ، طبعا لأ. تركيب ذكاء اصطناعي واضحة جدا أصلا، حتى مش عارفين يتقنوا الشغل التزوير اللي بيعملوه. بصوا يا جماعة، يعني أنا مش عارفة إيه كم الشر ده مش ذكاء اصطناعي بس، لا ده مونتاج وتأليف وإخراج وسيناريست، شغل يعني جامد قوي. يعني هو من الواضح انه يعني في واحد مخرج قاعد فاضي فقاعد بيعمل الحاجات دي وينزل لي ايه ويخوفونا علشان احنا نتنحى. مش هنتنحى، مش هنتنازل عن موقفنا ابدا. وعلى فكرة ده دليل على انكم افلستوا، انتوا افلستوا، ما عندكوش حاجة تطلعوها ولا تعملوها غير انكم تزوروا وتعملوا حركات هيافة بتاعت سنة اولى ابتدائي. ايه ده؟ ايه في ايه؟ يعني حتى يعني هذه المكالمة او القذورة او القذورات والتصرفات الدنيئة اللي بتعملوها المنحطة، افلستم بجد. ما بقاش عندكم حاجة يعني انكم تطلعوها. وده على فكرة بيثبت انه الموضوع كيدي 100%. انا بشاهد الناس اهو يا جماعة، الموضوع انتقامي، الموضوع انتقامي. وكل اللي بيقف مع المظلوم بيبقوا عايزين يعوروه وينتقموا منه. ايه ده؟ هو في كده؟ انا مش قادره اصدق. هو من الواضح انه الاخراج بقى يعني بيفضل يكذب ويعمل قصه ويصدق نفسه وفاكر الناس هتصدق زيه. لا، الناس بقت ذكيه والناس محترمه والناس مصدقه المظلوم. هخاف انا بقى كده يعني واقول لها بقى عايزه دول
بيهددوني وبيعملوا لي، هيدمروني يا ماما. لا 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 لا، اعملوا ما بدالكم. مش هنتنازل عن موقفنا، وهنقف جنب المظلوم البريء. يعني انا مش قادره اصدق، يعني انت حقيقي طلع كل الكلام اللي بيتقال عليكي حتى من اقرب الناس ليكي حقيقي. يعني كنت اتمنى انك تكوني ست نظيفه، والتسجيل اللي سجلتيه تنزليه زي ما هو. انما ده مش مونتاج بس، ده مونتاج وتركيب، قص ولزق. هو في كده؟ والله العظيم انا ما شفتش كده. يعني انا عايزه اوري للناس قد ايه ممكن يكون يعني طرق الناس الملتويه القذره في الانتقام من شخص، وكل واحد بيقف جنبه. ده بنشوفه في الافلام بس، حقيقي، ده حقيقي. بصي يا وليه انت، والله العظيم يعني انتوا بتخلي الواحد، يعني انا مش عايزه ابقى في الصحن اللي بينضح بما فيه. انتوا طلعتوا اللي عندكم، انا مش عايزه اكون زيكم. يعني انتوا من الواضح ان النجاسه في طبعكم. انتوا مش عارفين انا اعرف مين؟ عارفين انا اعرف مين ولا لا؟ انا اعرف ربنا، اعرف ربنا، وهقول له عليكم هو شافكم. اتقوا الله، ده انتوا ربنا هينتقم منكم اضعاف مضاعفه. فهذا البريء، يعني انا دلوقتي حسيت احساسه، حسيت احساسه. يعني انا كان صعبان عليا وزعلانه عليه، لكن انا دلوقتي حسيت احساسه. بعدين ايه شغل الافلام الابيض والاسود اللي انتوا عاملينه ده؟ رسائل تهديد جايه من امريكا وجايه من كندا. طب ما تبعتوا كده من تليفوناتكم، لو انتوا شاطرين كده وجدعان كده، ما تبعتوا من تليفوناتكم. بعدين انتوا طالما بتهددوني يبقى انا وجعتكم، طالما بتتبلوا عليا يبقى انا وجعتكم، صح ولا لا؟ صح. طالما انتوا ابتديتوا تنزلوا في هذه النجاسة يا نكسين، يبقى اكيد افلستوا. وانا بخاطب العالم كله، العالم كله، انه يشوف ويتفرج على هذه النجاسة اللي موجودة بتعمل ايه، وانه هذا انتقام واضح وصريح. البريء، هذا الرجل بريء وواضح جدا انه انتقام، وعندي دلائل. انا مش هعمل زيكم لان انتوا انجاز، انا مش نكسه زيكم. وانتم عندكم طبع الخسه والندالة. عارفين ليه؟ عشان انتوا بتنتقموا من ورا، بتزوروا عشان تنتقموا. كل اتهاماتكم سواء لهذا الرجل او ليا او لصديقة لي او لصديق لي عشان تنتقموا مننا، كلها تزوير. فانتوا انتوا ايه يا جماعة؟ انا عمري ما شفت واحد صاحب صديق لواحد 30 سنة وشايل نجاسته ويدافع عنه ويحل له مشاكله، وفي الاخر يعمل معاه كده. وبعدين انتي فارق معاكي قوي انه ما يتقالش عليه غير انه يعني انه خد حاجه منك. مش ده اللي فارق معاكي بس. انا عايزه اعرف، هي الست اللي تفضل متجوزه واحد شافته بعينيها وهو بيخونها، وبدل مرة 10
ايه اللي يجبرها انها تكمل معاه؟ ها؟ ايه اللي يجبرها؟ الا اذا كانت هي نكسه زيه. يلا غوري في داهيه وغوروا في داهيه، داهيه تاخدكم لا ترجعكم ابدا.